إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. كيف أعرف أن أنثى الفيشر قريبة من وضع البيض؟ يوجد بعض العلامات تظهر على أنثى الفيشر تجعلك تتأكد بأن هذه الأنثى قريبة من وضع البيض. من بين العلامات وهي أنك تلاحظ الأنثى تدخل وتخرج للعش بكثرة في اليوم. أيضا من بين العلامات تجد الأنثى تمكث في العش لفترات طويلة. أيضا تلاحظ أن الأنثى تنقر وتخدش خشب العش سواء من الخارج وخاصة من الداخل، خاصة مكان وضع البيض، الحفرة المخصصة لوضع البيض، فراح تجد بأن الأنثى قامت قرضها وبنزع الكثير من الخشب منها. كذلك من بين العلامات عندما تريد فتح العش تجد الأنثى حاضنة في الفراغ، يعني لا يوجد أي بيض وتجد الأنثى حاضنة في العش لفترات طويلة. أيضا من بين العلامات تلاحظ أن مخرج الأنثى منتفخ، يعني مخرج الأنثى ينتفخ، دلالة على أن الأنثى قريبة من وضع البيض. كذلك من بين العلامات تلاحظ أن براز الأنثى أصبح بالحجم الكبير، وذلك راجع لبقائها في العش لعدة ساعات. كذلك من بين العلامات تلاحظ بأن الأنثى أصبحت تأكل الكالسيوم بكثرة، سواء قشور البيض المسلوق أو عدم الحبار أو عدم السيبيا. عندما تكون معلقة في القفص تلاحظ أن الأنثى تأكل منه بكثرة، وذلك لاستعدادها لتكوين عنقود البيض. في هذه المرحلة ضروري تقديم الكالسيوم للأنثى لأنها تحتاجه لتكوين عنقود البيض، لتتفادى مشكلة أكل الأنثى لبيضها، لأن الإناث عندما تكون ناقصة للكالسيوم، أي عندما لا تقدم الكالسيوم الكافي لها، راح تأكل بيضها بعد وضعه. تلاحظ أيضا قلة حركة الأنثى في القفص، ولا تجدها تأكل لوحدها كثيرا، ففي معظم الأحيان الذكر هو من يدخل إلى العش ليطعمها. كل هذه العلامات دالة على أن أنثى الفيشر قريبة من وضع البيض، فيجب في هذه المرحلة أن تهتم بالتغذية المتوازنة، ولا تنسى بتقديم الخس، لأن في هذه المرحلة تقديم الخس راح يساعد الأنثى في عملية وضع البيض وتجنب انحسار البيضة عندها. ضروري تقدم الخس في هذه المرحلة، وأيضا توفر الهدوء للزوج حتى ينجح عندك التزاوج.